صحيح. حاولنا نخليو الملاعبيه مركزين، نحاولوا اون غارد لا موتيفاسيون تاع الملاعبيه. قلنا لهم باش ينساو هاللي 4 بوان دو بونوس هذايا لانه شيء مازال ما تلعبش. فريق الملعب التونسي امانه في رقبتنا، دونك ما علينا كان نخدموا على رواحنا. اليوم كنا مركزين، كان تو المقابله في البلاي اوت كنا مركزين بالطبيعه. سجلنا الهدف الاول هنا انشيني بالهدف الثاني. بيان سور سهلت شويه المأموريه، لكن زوز بلاش ديما تقعد صعيبه المقابله. دوزيام ميتان عرفنا كيفاش نتصرفوا مع الماتش. نشكر الملاعبيه اللي كانوا ديسيدي وكانوا ديتيرميني، برشا ريغور، برشا رجوليه، ومازال مشوار طويل نخدموا على رواحنا ومازال مشوار طويل. شوفوا يلزمك تتاقلم مع الوضعيات، هي الادابتاسيون سي اهم حاجه. حتى والريح ضدنا ثم طريقه يلزمك تتاقلم مع الريح وتعرف تتعامل مع المقابله وانت الريح ضدك، انه ما تلعبش كره طويله، انه تلعب كره في الساق، انه لي موفمون تاعنا يكونوا كوردوني، انه تكون لا سينكرونيزاسيون دو موفمون بين الملاعبيه. لو نشوفوا الهدف الاول كان استعراض كروي بالحق، معناها رغم الرياح اللي كانت عاليه عرفنا كيفاش نتصرفوا في التحرك بتاعنا وفي اللمسه بتاعنا وفي اللمسه الاخيره، ومن بعد كيفاش الفاسون اللي حط بها الكره معناها سند الخنيسي بطريقه معناها فنيه. دونك حتى رغم اللي الريح كان ضدنا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الريح هذايا، وهذا بفضل بيان سور للتركيز بتاع الملاعبيه. وكيف ثم حاجات معناها خارج السيطره يلزمك انت تعرف كيفاش تتاقلم معاه، منهم الرياح اللي عرفنا كيفاش نتاقلموا معاه. هيثم الجويني لاعب ممتاز، هيثم الجويني قيمه ثابته، عنده امكانيات فنيه كبيره. الميزه بتاع هيثم نون سولمون معناها النضج التكتيكي بتاعه والقيمه بتاعه كهداف، لكن امكانياته الفنيه ورؤيته للملعب، رؤيته الثاق بالملعب، ويعرف كيفاش يتعامل ويعرف كيفاش يخدم اصحابه. هيثم كيما قلت لك معناها ان شاء الله يواصل في التألق هذايا. معناها ما عندناش في تونس برشا ملاعبيه كيما هيثم الجويني بالقيمه هذيا، لكن ما ننساوش زاد هيثم ثم اصحابه قاعدين يعاونوا فيه وقاعدين عندهم فيه ثقه، وهو زاد عنده ثقه في اصحابه، وهالثقه المتبادله هذه خلت هيثم ان شاء الله يواصل في المسيره بتاعه. انا نتمنى انه هيثم يزيد يسجل اهداف اخرى، يزيد يتألق كيف، لكن زاد بالمناسبه هذه دعوه للناخب الوطني اللي قاعد يشوف واكيد يعرف هيثم الجويني عن قرب. ان شاء الله تكون دعوه، لانه حتى كان جاته دعوه هيثم راهي مستحقه، يستحقها بصراحه، لاعب ممتاز. ومن بعد المسيره بتاع هيثم وراه هيثم مش كبير في العمر، ينجم يفيد المنتخب التونسي وينجم يفيد الكره التونسيه، وان شاء الله لاعب في قيمه هيثم الجويني ما يتعداش معناها بعيد على المنتخب. ان شاء الله في الفتره الجايه نلقاو هيثم الجويني في المنتخب ويعطي اضافه للمنتخب التونسي.